السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى جولة كده سريعا في السوبر ماركت، نقضي كده يوم حلو ان شاء الله مع بعض. يا رب كده تستفادوا كلنا كده، نكونوا كده جماعة في الخير. خلصت خلاص وروحت البيت. تعالوا اقول لكم عملت ايه لما روحت البيت. فضلت محتارة ومش عارفة اعمل اكل ايه. ببص في الفريزر لقيت عندي لفتين من الجلاش ده كنت جايباه، كان نازل عرض في فتح الله. كان تقريبا يا ب 11 جنيه ب 8 ونص او 9 ونص حاجة كده. طيب انا من نوع مش بحفظ اسعار يا جماعه، فبس كان نازل عرض يعني. فكنت جايبه اتنين. الصينيه دي الصينيه كده واسعه بس سرعه ووتش. حشيته النهارده معاكم جبنه وبسطرمه، لا حطيت فلفل ولا حطيت زيتون ولا طماطم ولا اي حاجه من دي. جبنه رومي او جبنه تركي وبسطرمه وبس كده. اول حاجه كده دهنه من الزيت او السمنه او اللي انت بتعملي خليط على بعضه في القاع كده او في الارضيه، عشان احط اول طبقه من تحت. بصوا بقى، سهل وبسيط وما فيهوش اي يعني تعقيد، وفي نفس الوقت اكله سهله. احنا زهقنا من الطبيخ وزهقنا من كل يوم نفكر ناكل ايه نشرب ايه، طب غدا النهارده ايه، طب كلنا امبارح ايه، طب اول امبارح ايه، طب بقالنا فتره ما كلناش ايه. فدي فكره حلوه. انا كنت الاول بعمله مع مثلا النهارده انا عامله اكله فبعمل جنبه جلاش. لا يا جماعه، الحاجه غاليه. غير ان الحاجه غاليه، هتحطي في التلاجة، هتكركبي نفسك، هتاكلي اكل بايت. انت ممكن تعملي الطريقه ديت لو انتوا فعلا مالكمش في الاكل البايت، انت تعمليها اكله لوحدها كده، يوم بيعدي. فدي فكرتي في ان كتغيير من الغدا النهار في غدا كل يوم. تعالي بقى اقول لك فكره حلوه. لو انت مثلا امراه عامله او بتشتغلي او مهما كان عندك اطفال او عندك اولاد او عندك حتى اطفال واولاد، هقولك على فكره حلوه تنظمي بيها اكلك او طريقه الغداء بتاعتك. اولا، انتوا دلوقتي الاسبوع لو انت بتنزلي مثلا 6 ايام في الاسبوع او 5 ايام في الاسبوع، بتيجي في اليوم اللي انت بتبقي مرتاحه فيه ده سيبيه. اليوم اللي انت بترجعي فيه من الشغل اللي هو اخر يوم في الاسبوع، تبقي منظمه نفسك هتعملي ايه، ومجهزه اكلك ومنضفوه بحيث ما ياخدش معاكي اي وقت. تبدأي بقى تهتمي بايه، بالاكل بتاعك. الاكل بتاعك بقى هتعملي فيه ايه وترتيب وتنظيم. عايزه اقول لكم الفكره اللي انا عايزه اقول لكم عليها هي حاولي تعملي اكل يومين. عارفه انت لو عملتي الاكل اليومين هيساعدك في ايه؟ هيساعدك ان انت يوفر لك وقت وجهد، وفي نفس الوقت مش هتشيلي هم اي حاجه من ان انت تعمليها تاني يوم، ولا تفكري حتى تعملي اي حاجه. خلاص الدنيا بتبقى معاكي سهله بسيطه، ما فيهاش اي تعقيد. بيسهل عليكي كتير من الوقت، وفي نفس الوقت انت بتبقي خلاص ضامنه ان انت عندك اكل، خلاص مرتاحه نفسيا. طيب هتقولي لي طب انا هلحق في يوم هعمل كل الاكلات؟ هقول لك حاجه، انت مش نفس اليوم ده بتنزلي تجيبي الاكل نفسه. انت بتجيبيه معاكي وانت جايه مثلا هتحوجي تجيبيه وانت جايه من على الشغل كده، راجعه من الشغل بتحوجي تجيبيه. بتجيبي بقى كل حاجه. الحاجات دي طبعا انت هتبيتيها على الحوض، مثلا لو في حاجه ينفع تبات على الحوض تبات، وانت غسلاها وسايباها ايه تتصفى او تنشف من الميه اللي فيها. طيب هيبقى سهل عليكي. مثلا لو في طماطم او حاجه حابه تضربيها ضربيها، مش حابه مفيش مشكله سيبيها. تاني يوم طالما الحاجه موجوده عندك ومغسوله كويس وكله تمام، خلاص انت كده سهلتي على نفسك ان انت ايه، هتصحي من النوم هتعملي على قد الاكله وخلاص على كده. طيب شغلي البوتاجاز كل العيون بتاعته. شغلي مثلا على ايه، لو هتعملي تسبيكه، هتعملي اكله هتحضريها. دي نقطه حلوه. حمري الشعريه بكميه، يعني انت مثلا الشعريه حمريها بالكيس، مش لازم تاخدي نص الكيس، هتستفادي منه، هيوفر معاكي وقت تاني ليوم تاني محتاجه تعملي فيه رز. لو حمرتي الشعريه طبعا هتعملي رز على طول. حمري لسان عصفور عشان لو حابه تعملي مثلا شوربه او اي حاجه، برضك هيسهل عليكي كتير، هتعمليها على طول مش هتحتاج وقت. إيه مثلا سلقتي لوبيا، سلقتي فاصوليا، اللي هي الفاصوليا عامه بكليات عامه، اسلقيها بكميه. نفسك هفت على شويه بليله مثلا، اسلقي الغله كلها وحطيها في الفريزر، مش هتقولك لا.
عملتي شويه سبانخ اتبقى معاكي، سيبيه في كيسه وحطيهم فيها، مش هتقولك لا. صدقيني الحاجه ديت كده بتسهل على نفسك ان انت لما بتيجي تعملي حاجه تانية ما بتاخدش معاكي وقت، بالعكس بتساعدك ان انت تقومي تشتغلي على طول. فدي حاجة حلوة جدا بتسهل عليكي. عملتي شوية مثلا طماطم ولا حاجة، بتقومي تروحي عاملاها، سايبة كيسة كده عاملة فيها ايه الكيسة دي، تروحي مش شايلاها في الفريزر. يعني انت كده عملتي الاكله وفي نفس الوقت جففتي كيس او حاجه، عملتي كيس مانجا، فبالتالي هتنضفيها كلها مع بعض، هتروحي شايلاها كده ايه مع بعضها. كيس عملتيه عصير، والكيس التاني شلتيه استفدتي منه في رمضان تطلعيه او في اي يوم او لو جالك ضيف. عايزه اقول لك الافكار دي بتبقى سهله وبسيطه وبتساعدك ان انت تنظمي اسبوعك ويومك وكمان ايامك كلها. اعمليها ما تندميش، صدقيني دايما دايما الحاجه اللي انت هتعمليها هتفرق معاكي وهتساعدك ان انت تستغلي بقى الحاجه التانية، فالوقت في اي حاجه تانية ما ممكن تعمليها، مش هتوقفك. اعمليها بالطريقه دي هتستفادي جدا جدا جدا. وخصوصا كمان في الحاجات اللي انت مثلا انت ناويه تعملي النهارده اكله معينه، مفيش مشكله لو احنا عملنا كيسه او حاجه وشلناها في الفريزر، هتعدي من عليكي ومش هتحسي بيها، يعني ان انت مش هتقفي لها مخصوص. فدي حاجه حلوه جدا. هاتي بالزياده، لو جبتي ملوخيه هاتي كيس يعني قصدي الملوخيه اعملي منها، والزياده في الفريزر شيليه هتستفادي منه. كل ده بيوفر عليكي وقت وجهد، وخصوصا في وقت المدارس ان احنا بنبقى في مدارس، في التزامات، في اليوم بيبقى صغير قصير. كل ده بيساعدك حتى لو مش كده وبتنزلي الشغل، صدقيني ده هيساعدك ان انت توفري مع نفسك وقت كبير جدا 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 جدا، ان انت ساعدتي نفسك ان انت وفرت لها وقت. ده بقى حاجة صدقيني هتوفر عليكي وقت وجهد، وكمان هتساعدك ان انت تبقى عارفه تعملي ايه، واليوم مش هتشيلي همه. زي ما بنقول احنا دايما بنشيل هم اليوم اللي احنا لسه ما عملناش فيه اكل ولا حتى عارفين هنعمل ايه. افتحي الفريزر بقى، بيبقى بيتك كله كده كله مليان خير. تفتحي الفريزر هتلاقي فيها كل شيء. الطماطم عملتيها لما سبكتيها في مره في الاكله، كيس ملوخيه شايلاه على جنب، طلعتي مثلا كيس عصير، هتعملي وجبه كامله من لا شيء. هتوفر معاكي وقت، جهد، فلوس، وكمان ما خدتش منك اي حاجه، كان على سكتك. الفكره دي فكره بتاعتي بجد، بتساعدك ان انت تقسمي وقتك وتوفري جهدك، وبتساعدك كمان ان انت توفري فلوسك. انت لما تعملي حاجه زي كده هتوفر فلوس كتير جدا. ازاي؟ ان انت عملتي حاجه شلتيها كده من تحت ايدك. ونفس الكلام الفراخ، لو خدتي كده كل مره قطعه شلتيها على جنب وانت بتنضفي ولا حاجه الفراخ، ده بردك هيوفر معاكي وجبه. مش هتبقي محتاجه مثلا تعملي تفكري حته على حته على حته، عمل لك كيس، عمل لك وجبه. لو عرفتي بردك تعملي كده في اللحمه مفيش مشكله، بيوفر عليكي بردك ان انت بيبقى عندك كيس كده شايله ستوك او لو حد جالك. ودايما دايما خلي في الفريزر بتاعك كيس كبده. كيس الكبده ده للطوارئ، حد جالك محتاره في العشاء، محتاره في الغدا، مش عارفه تعملي ايه، مستعجله، كنت في مشوار وجيتي متاخر. طبعا ضيوف الغفله دول لازم نعمل حسابهم في اي وقت بنحضر فيه الاكل بتاعنا. مفيش مشكله ان انت مثلا لو جالك ضيف بطاطستين تقشريهم وتحمريهم، وكيس الكبده تطلعيه وتحمريه، ادي وجبه اهي لاي حد جالك، يبقى بيتك مستور دايما. يبقى انت كده عملتي ايه؟ تلاجتك مش فاضيه، وفي نفس الوقت الحاجه اللي فيها حاجه عمليه. مفيش مانع برضو ان احنا نحط في الفريزر بتاعتنا كيس جبنه موتزاريلا، شويه زيتون مع شويه خضار وشويه دقيق، عملنا بيتزا، ادي وجبه. في يوم من الايام تجيبي دايما دقيق وتخليه عندك، الدقيق ده ستر ونعمه من عند ربنا في البيت. محتاره تعملي ايه والميزانيه خربانه معكيش فلوس، هتروحي عامله ايه؟
هتطلعي بقى اي حاجه من درج الخزين، من درج التلاجة. لو ابسط الاشياء، لو ما عندكيش حاجه تعمليها، ممكن نعمل عجه، نعمل شكشوكه، نعمل حلو كيكه. الحاجات دي بتبقى موجوده، زي ما انا قلت لكم ان دي خير في البيت. واوعي تنسي ان ده، اوعي تسيبي بيتك فاضي. زمان كانوا اهالينا يقولوا لك ايه، الحاجه احسن من الفلوس 100 مره. لما تعمري بيتك وتمليه كده خزين وخير، صدقيني احسن من شنطتك فيها 1000 جنيه. ال1000 جنيه دي تقدري ان انت تستوري بيها بيتك. تجيبي لحمة مفرومة وفرخة، كبدة، بطاطس، بصل، طماطم، فلفل، ليمون كده، ودقيق. عايزه اقولك الليمون، عصير ليمون لو ضيف جالك، شويه ذره فشار، تعمليهم تسلي نفسك بيهم انت وعيالك. تقومي تعملي لك كيكايه، عندك مناسبه، فاجئتي مثلا بعيد ميلاد حد من اسرتك، تعملي له كيكايه وتحطي له فيها عليها صوص شوكولاته، عملتي له تورته اقتصاديه. حد جالك وما عندكيش، وفجاه كده شويه بطاطس تحمريهم مع كبده، مكرونه بالصلصه مع فراخ بانيه. دي عندك تعملي منه فطير، تعملي منه معجنات، تعملي منه بيتزا، تعملي منه قرص للفطار، قراقيش للعشاء. بصوا، الخير في البيت احسن مليون مرة من خلي الفلوس اتكالك على نفسها. الله وسيبيها على الله، وان شاء الله ربك اللي يدبرها. عايزه اقول لكم ربنا ده كبير قوي، وبيرزق النمله في جحرها. يعني مش هيرزقنا احنا، بس الواحد بيعمل اللي عليه. حافظي على النعمة عشان تتقي ربنا في كل حاجة، حتى بصوا ابسط الاشياء. خلي عندك كده روح جواكي ترفض ان انتي التبذر في الاكل، التبذر في اللبس، التبذر في الشرب، التبذر في الخروج، التبذر في اي حاجة. صدقيني ربنا بيعينك وبيقويكي. ولو عليكي دين ربنا بيقدرك عليه، وان شاء الله تسدي دينك على خير. بس خلي نيتك، الاعمال بالنيات يا جماعة، احنا بنتحاسب بنيتنا. فخلي دايما جواكي خير، وخليكي تحبي الخير لغيرك، وخلي في قلبك كده تقوى وايمان بالله كبير قوي. انتوا عارفين دايما في علم النفس وفي علماء الطاقة يقولوا لك ايه، اوعي تكرهي شخص، واوعي تزعلي من حد. دايما لما تحطي حاجة كده في بالك عن فلان مثلا، لا، كده احساسك دايما بيوصل له. ودايما لو انت زعلانة من فلان تلاقيه هو كمان واخد جنب منك كده وزعلان منك. لا، فانت تعمليها، ما تعمليها ايه، وتسيبيها على الله. دايما كده ما تبصيش على اللي دايما يعوق تفكيرك ويوقفك ويحطمك ويخليكي في طاقة سلبية. دوسي على كل اللي يجي عليكي، دوسي اللي كله يقف قدامك، دوسي عليه. مش هتدوسي عليه ان انت يعني تبقي قوية ومفترية، لا، يعني ما تخلوش يأثر في نفسيتك. الا النفسية بتاعتك، نفسيتك دي بايديكي. يعني لا قدر الله تحطمي نفسك، وبايديكي ترفعي نفسك 7 سما. نفسيتك اي حد يجي عليها دوسي عليه. اوعي تزعلي من حد، اوعي تضايقي نفسك، اوعي دايما تلاقي نفسك دايما كده محطوطة تحت ضغوط تيجي على نفسك. اوعي، نفسك في حاجة اعمليها. حبي نفسك. دايما دايما الواحد لما بيلاقي نفسه في حتة حلوة ولما بيهتم بيها، اللي قدامه مجبر ان هو يهتم بيكي. الاهمال بينشئ، بيخلي اللي حواليكي يخلوكي في حتة اهمال، مش يفكروا فيكي. انتي العطاء اللي بلا حدود ده مفيش مشكلة، ده يعني دي فطرة احنا اتربينا عليها. بس ده ما يمنعش ان انتي تحبي نفسك. ودايما اوعي تخافي على نفسك، اوعي تضايقي نفسك عشان خاطر فلان، محدش مستاهل. على فكرة انت لو فكرتي فيها بعقلك هتقولي ايه ده انا كنت هبلة قوي، كنت طيبة خالص. لا، ما تسيبيش نفسك لحد، ما تسيبيش فرحتك مرتبطة ببني ادم معين ولا شخص معين. ما تسيبيش سعادتك متوقفة على موقف ما انت منتظراه، عمره ما هيجي. ساعدي نفسك في وقتها بنفسك. نفسك في حتة جاتو انزلي جيبيها. لو نفسك في لبس ولا ميك اب ولا اي حاجه من الحاجات اللي بتخليكي فرحانه اعمليها. لو انت بتنبسطي لما بتروحي البيوتي سنتر والكوافير والكلام ده، روحي.
لو بتلاقي نفسك في الشوبينج ومش عارفه ايه، ممكن تعملي شوبينج، مش لازم مبلغ مهول، لا ممكن تعملي على القد. مش شرط كمان تشتري، ممكن تتسوقي بس. الحته اللي انت بتلاقي نفسك فيها اعمليها، اعمليها، وما تخليش حد يقف قدام حلمك ولا طموحك ولا هدفك. هدفك هو متوقف على نفسيتك فقط لا غير. نفسيتك كويسة هتوصلي لهدفك، نفسيتك وحشة هدفك هيموت قدامك وهتشوفيه وهتدفنيه وهيعزوكي فيه. نصيحتي ليكي الأولى والأخيرة، ما توقفيش على حد معين. العمر والزمن مش مستنيكي ان انتي تضيعيه اكتر من مرة. وخدي بالك، كله قدر ونصيب، بس انتي دايما اللي بتختاري قدرك ونصيبك. خليكي واثقة من نفسك وقرارك. انتي كبيرة قدام الناس وكبيرة قدام غيرك، ليه ما تبقيش كبيرة قدام نفسك؟ كبري نفسك لنفسك، علي من نفسك لنفسك. ثقي في ربنا قبل اي حد. خليكي دايما فخورة ان انتي واثقة ان انتي بتأدي عباداتك. امتى نفسيتك تتعب؟ في نقطة واحدة، تأثيرك في عبادتك، بعدك عن ربنا. احب اقولك عزيزتي المستمع وعزيزي المستمع، الحياة قصيرة قوي 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 قوي. حاولوا تستفادوا بيها، وحاولوا تخرجوا بيها بمكاسب اكتر من ممكن تتخيليها، لان الجنة حلوة قوي يا جماعة، بس مهرها غالي جدا. فيديو النهاردة بتاعي خلص، وده كده فكرة حلوة انا عملتها في اللانش بوكس بتاع بنتي الفشار، وكان صينية الجلاش دي بجد تستاهل بقكم. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان عينتي تزيد. حابة ان انا استمر معاكم، اشوفكم في حفظ الله وامنه. مع السلامة.